لكل واحد بيتاجر بالغلابة وعمال يطلع باسم الغلابة وعايش على صرخة الناس مش لاقية تاكل، والناس تعالى كده يا باشا نتحاسب بالأرقام مش بالعياط وبالصياح. يعني مثلا لو انت هتكلمنا على أيام مبارك، الموظف كان بياخد كام؟ كان بياخد 250 جنيه، يعني مرتبه كان يجيب له 6 كيلو لحمة لو اللحمة كانت ب 40 جنيه. طب النهاردة الموظف بياخد كام؟ حد أدنى 7000 جنيه. لو كيلو اللحمة ب 400 جنيه يبقى بيجيب 17 كيلو لحمة. فبلاش شغل ان انت تضحك على الناس بالأسعار اللي غليت. الغلبان اللي انت بتعيط عليه ده زمان كان نايم في عش شاطين وبيشرب من ترعه، دلوقتي ساكن في شقه كامله التشطيب وعنده ميه نظيفه وصرف صحي وعفش كمان. زمان كان بيموت بفيروس يا حبيبي، دلوقتي اتعالج ببلاش. زمان كان بيتمنى معاش جنيه، دلوقتي كمان بياخد تكافل وكرامه. فبلاش متاجره بالناس. بس عارف ليه انت بتلطم وبتعيط؟ عشان شغلك القديم باظ. زمان كنت بتتاجر في وجع الغلابه، دلوقتي الغلبان بقى له حق، له شقه ومرتب ودعم، فانت مش لاقي حجه يا عيني تعيط بيها ولا تجذب بيها الناس. ومش بس كده، لا ده كمان مصر مش بتبني بيوت بس، لا ده مصر بتبني بلد من اول وجديد. قطار كهربائي بقى بيربط البحرين، موانئ بتنافس العالم، مصانع وطرق ومدن جديدة. ده مش كرتونة سكر تتوزع في حملة انتخابية زي ما كنت بتعمل، لا دي بلد بتتغير من جذورها يا حبيبي. الخلاصة يا تاجر الكلام، انت الغلبان اللي كنت بتشحت باسمه زمان النهاردة بقى ليه نصيب في الحلم. حلم اسمه مصر الجديدة يا حبيبي لو انت ما تعرفوش. واللي مش عاجبه القطار الكهربائي شغال قريب بيركبه ويمشي بدل ما يقعد يعيط على الأطلال.